السلام عليكم حبايب قلبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. معاكم نورة من قناة مطبخ نور. اللي لسه مشتركش في القناة يعمل اشتراك، وان شاء الله بإذن الله القناة تعجبكم وتنور رضاكم. قبل ما ندخل في الفيديو كده ونشوف فيديو النهاردة هنعمل فيه ايه او هنتكلم عن ايه. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على الرسول كتير واستغفروا ربنا كتير، واطلبوا منه كل اللي انتوا بتتمنوه. ان شاء الله بإذن الله ربنا يحقق لكم كل ما تتمنوا واكتر ان شاء الله بإذن الله. اللهم امين، وانا معاكم ان شاء الله بإذن الله. وربنا يصلح حالنا جميعا ويهدلنا ولادنا اجمعين، اللهم امين. ان شاء الله فيديو النهارده كده هيبقى فيديو مشتريات. هنعمل الاول مع بعض روتين كده خفيف في الشقه، نتشجع سوا مع بعض، يعني مش في الشقه، يعني هنعمل روتين يعني شويه حاجات كده في المطبخ، وهنتكلم وندردش شويه مع بعض. وكمان هنجيب شويه مشتريات وهعرفكم الاسعار بتاعتها. اللي لسه جديد في القناه اهلا اهلا بيكم. نورتوا القناه و يعني زدتوها نور. واللي معايا من اول القناة طبعا القناة منورة بوجودكم دايما، ودايما معايا ودايما مشجعيني. ان شاء الله بإذن الله القناة تبقى يعني فيها افكار مفيدة ليكم، وكمان ناخده من بعض يعني طاقة ونشاط كده نستمدوها من بعض يعني. فيديو النهارده لذيذ كده وخفيف، حبيت اشارك معاكم كده، يعني انا حبيت اتشجع بيكم يعني. مكسله مش عايزه اعمل حاجه خالص، كانت في دوره غسيل مشغلاها من بالليل. احنا كده في التوقيت ده كانت تقريبا الساعه كانت 8 الصبح. كنت حاسه ان انا عايزه افوق، فعملت فنجان قهوه كده صغنون كده. وقلت اشربه كده معاكم وبعدين اتشجع، كان في دورة غسيل بتتغسل من بالليل. طلعتها وعملت دورة تانية، يعني شغلت مرة تانية على الغسالة. و هخلص بقى دورة الغسيل كده واخدها بقى انا نشرها كده مع نفسي، وبعد كده ارجع معاكم بقى ندخل على المطبخ. المطبخ كان فيه كده شوية، يعني هي مش كركبة كتير بس كانت لازم تخلص. حبيت ان انا شوية مواعين كده المهم واخلصهم قبل ما انزل على السوق، عشان زي طبعا ما احنا متعودين. لو في مثلا مواعين او حاجة وانتي من ناوية تجيبي حاجات من السوق، او ناوية تجهزي حاجة في المطبخ او حاجة، خلصي الاول مواعينك وحاجتك عشان الدنيا تبقى رايقة معاكي تماما. لما بنجيب حاجات من السوق وكده بيبقى الموضوع، يعني المطبخ بيبقى اكتر هرجله شويه. الكياس اللي انتي جايباها والطلبات والحاجه، طبعا لو في مواعين بقى مع مواعين وكلام من ده، فالموضوع هيبقى صعب قوي عليكي، وقفه المطبخ هتبقى اطول. فاليوم ده انا قلت اتشجع بيكوا كده ونتشجع ببعض. صحيت بدري، الولاد مشوا راحوا مدرستهم، ربنا معاهم. الروتين ده كان روتين يوم الخميس. الولاد راحوا خلاص المدرسة، وحبيت ان انا بقى ايه، لا مش هنام، في شوية حاجات وشوية طلبات لازم اجيبهم للبيت. عملت فنجان القهوة بدري شربته، وبعد كده عملت الغسيل برضو بدري، كان تقريبا زي الساعة 8:30 كده خلصت الغسيل ونشرته كمان. وفي التوقيت ده وانا في المطبخ كده كانت تقريبا الساعة كانت 9. مواعين ما كانتش كتير، بس كان لازم افوق الدنيا في المطبخ، الدنيا تبقى رايقه معايا عشان نزلة السوق. يعني بعمل حساب الطلبات والحاجه اللي هجيبها، في فراخ عايزه اغسلها، في حاجات هكيسها وادخلها الفريزر، ف تبقى الدنيا رايقه معايا، الرخامه بتاعتي تبقى نظيفه والدنيا تبقى نظيفه ومتروقه، بحيث ان انا ما بقاش محتاره شويه بين اعمل ده ولا ده، والدنيا معايا تبقى مضغوطه. عملت كده شوية المواعين، وانا مع غسلة كل مواعين لازم الرخامة دي لازم تتغسل زي ما انتوا شايفين كده بالمية والصابون كتير، وانضفها كويس وانضف الحرف بتاعها كويس. بغير كده بقى لو مش مثلا هعمل عليها مية كتير وصابون وكده، فانا عاملة بخاخ كده. اكيد شفتوه معايا وانا برش منه عليها. البخاخ ده انا حاطه فيه خل
وشوية صغيرين جدا من صابون المواعين وشوية مية كده، برشه على الرخامة وبمسحها بالفوطة بتبقى بتلمع. البخاخ ده انا عاملاه على طول، هبقى اوريهولكم ان شاء الله في فيديو تاني لما نيجي نعمل اي حاجة في المطبخ، هوريكم بعمله ازاي، وهوريكم ممكن تمسحي بيه وتستخدمي بيه ايه في المطبخ، يخلي معاكي على طول المطبخ نظيف ما فيهوش بهدله، ما فيهوش تراب، ما فيهوش حاجه. ان شاء الله نبقى نعملوه مع بعض، هوريهولكم يعني في اي وقت تاني في اي فيديو يعني واحنا في المطبخ. خلاص كده نضفت الرخامه بتاعتي جنبي عشان طبعا احط عليها حاجتي وهي تبقى نظيفه، وابتديت ان انا اخلص شويه المواعين دول. واحنا بقى بنعمل المواعين كده هتسلى معاكم شويه، مش كتير بعمل معاكم موضوع الروتين في المطبخ ده او الوقفه في المطبخ ده. بحب ادخله من وقت للتاني يعني عشان ما تزهقوش. اساس القناه معانا هي وصفات و يعني برضو الروتين من وقت للتاني والدردشه مع بعض. انا مبسوطه جدا بالعدد اللي دخل القناه الفتره اللي فاتت، نورتوني وشرفتوني، ووجودكم دايما بيسعدني. اللهم بارك يعني. ممكن مثلا حد يقول العدد مش كبير، بس لا، انا فرحانه بالعدد الصغير ده. هو ممكن بالنسبه لكم صغير بس هو بالنسبه لي كبير. يعني دلوقتي احنا داخلين على 350 اخ واخت على القناه. فرحانه طبعا، مش عشان العدد اكتر ما عشان الناس الحلوه دي كلها موجوده معايا، احلى اخوات واحلى صحاب، وان شاء الله باذن الله نبقى صحبة خير ان شاء الله باذن الله، ونستفيد من بعض كتير وان شاء الله باذن الله. احنا دلوقتي داخلين على 350 الف ان شاء الله، عقبال 350 يعني حد في القناة. انا قلتها 1000، فان شاء الله ربنا هيكرم وهيبقوا 350 الف ان شاء الله باذن الله، بيكوا ومعاكوا ان شاء الله. احلى حاجة لما تحسي ان انتي في حد، ده غير العدد الكبير اللي بيتفرج على الفيديوهات وهو مش عامل اشتراك يعني. العدد الكبير يعني بسم الله ما شاء الله عدد كتير يعني، بيجيلي في الاحصائيات بتاعة القناة الناس كتير قوي متابعة الفيديوهات تتفرج عليها بس مش عاملة اشتراك. مش مهم، دي بتبقى ارزاق، وانا عارفة ان كل حاجة في حياتنا بتبقى رزق ربنا كاتبهولنا. لو مثلا العدد ده مش كله مثلا عامل اشتراك، بس هو مثلا بيستفيد حاجة من الفيديو، او في وصفة حد ما كانش عارفها وعرفها، او حاجة حد استفاد بيها، فده انا فرحانة حتى لو هو مش عامل اشتراك، حتى لو هو يعني كفاية ان هو موجود معايا بس على القناة بيشوف الفيديو بيستمتع بيه، وكمان لو بيستفيد مني بأي حاجة حتى لو صغيرة، او بتتشجعي بيا حتى لو ب1%، مجرد ان بديكي طاقة او باور او تشجيع، فده انا فرحانة جدا بيه. بتمنى دايما يا رب تكون الفيديوهات مشجعة ليكم، ونعمل دايما مع بعض وصفات كتير، ونعمل مع بعض ان شاء الله بإذن الله حاجات حلوة كتير قوي في القناة. بنشوف بعض من ورا شاشة، انتوا مش عارفيني وانا مش عارفاكم، بس بأمانة يعني حاسة ان انا لا في حد، يعني حاسة ان انا مرتبطة بيكم يعني. اليوم اللي ما بنزلش فيه فيديو او مش مجهزة فيديو او مش مصوراه مثلا، ببقى حاسة ان لا، عايزة اصور، عايزة اتكلم معاكم، عايزة اتواصل معاكم. الفيديو لو مثلا متصور ومش متمنتج او جاهز ان هو ينزل، بحس ان لا، عايزة منتجه، انا عايزة اقعد اتكلم معاكم. الوقت اللي انا بسجل لكم فيه الفيديو بيبقى من امتع الاوقات على قلبي. مش ببقى حاسه ان انا ده شغل مثلا بعمله وخلاص وعايزه اخلصه بسرعه وامشي مثلا او كده. لا، انا حاسه ان انا ببقى حابه ان انا اتكلم معاكم، ببقى حاسه ان انتوا سامعيني وشايفيني، يعني ان احنا اكننا، مش عارفه اوصلها لكم، اكننا قاعدين مع بعض يعني، مش مجرد ان بنتكلم بعض من ورا شاشه موبايل ومش عارفين بعض. لا، انا حاسه ان انا عارفاكوا يعني واحد واحد، وحاسه ان انا يعني
اكيد انتوا فاهميني، يعني حاسه ان الكلام اكنه طالع من قلبي لحد قريب مني، بفضفض وبتكلم معاه، من اختي، من صاحبتي، من امي. فبتمنى دايما الفيديوهات تكون خفيفه على قلبكم، وبتمنى اكون انا كنورة يعني خفيفة على قلبكم. وان شاء الله باذن الله دايما متنوعين في فيديوهاتنا، وان شاء الله آه، يعني يبقى فيه كل جديد ان شاء الله باذن الله على القناة. آه خلاص كده بنعمل بقى المواعين دي، هنخلصها ان شاء الله، وهننزل بقى السوق نجيب الطلبات بتاعة البيت. زي ما قلت لكم انا ما بجيبش الطلبات بتاعة البيت مثلا بالشهر او بالاسبوع او بالاتنين او بالشهرين، لا، انا بجيب الحاجة اللي ناقصة معايا في البيت. الكمية اللي بجيبها دي بقى تخلص في اسبوع، في اتنين، في شهر، في شهرين، اول ما بتخلص انا بنزل اجيب غيرها. آه، ممكن الحاجة اللي تقعد معايا مثلا بالشهر هي الرز، المكرونة، البقوليات على العموم، الحاجات دي. دي ممكن الحاجات دي تقعد معايا مثلا بالشهر. ممكن تخلص قبل الشهر واكمل عليها حاجة بسيطة، ممكن الشهر يخلص وهي موجود في منها يعني. على حسب ما ربنا بييسر وبيريد، وعلى حسب الحاجة اللي انا جايباها. اما بالنسبة للخضار والفاكهة والحاجات دي، لا، الحاجات دي انا بجيبها بالاسبوع او بال10 ايام. يعني مثلا انا ما بنزلش كل يوم، مش معنى ان بقول لكم مثلا ان الحاجة دي مثلا مش حاجة الشهر او حاجة الاسبوع او كده، معنى كده ان انا بنزل كل يوم السوق. لا، انا الحاجة دي ممكن تكفيني، الخضار والفاكهة والحاجات دي ممكن تكفيني مثلا اسبوع، 10 ايام مثلا. آه، الحاجات مثلا اللي ممكن تقعد معايا بالشهر فهي مثلا مكرونة، الرز، البقوليات على العموم، الحاجات دي ممكن اجيبها مرة واحدة بس في الشهر خلاص، واتعامل بيها بقية الشهر. هنا خلاص كنت خلصت المطبخ وخلصت الغسيل ونشرته، والدنيا الشقة كانت زي الفل، والدنيا معايا كانت رايقة خلاص. نزلت السوق تقريبا الساعة 10 الصبح، يعني هنا في اللحظة دي كانت تقريبا الساعة 11 ونص. انا خلاص كنت رجعت من السوق، وبصور معاكم بقية الفيديو عشان ارص بقى حاجتي واظبطها. جبت ايه بقى من السوق؟ جبت كل الحاجة اللي ناقصة معايا، وزي ما قلت لكم الحاجة دي ممكن تكفيني الشهر، اللي هي البقوليات، مكرونة، الرز، العدس والحاجات دي كلها. انا بحطها يعني بستخدمها، بسحب منها، خلصت معايا في شهر تمام، عدت معايا الشهر وخلص الشهر ولسه في حاجات منها خلاص بتعامل بيها لغاية مثلا ما تخلص وربنا ييسر وانزل تاني اجيب بقية الطلبات بتاعتي. المرة دي جبت شوية حاجات من دي على بعضها كتير، عشان حاجة واحدة انا بعمل كده في دخل كل شتاء، عشان نزولي في الشتاء بيبقى صعب شوية يعني. مش بقدر انزل في الشتاء كتير بسبب يعني وجع في رجلي بسيط كده، فمش بقدر انزل في الشتاء كتير، فحبيت ان انا تبقى عندي حاجتي. والله الدنيا بقى ربنا ييسر الحال وعملتها وشاتك كتير، معرفتش انزل، تبقى الحاجة موجودة في البيت اسحب منها واستخدم منها بكل سهولة. جبت الحاجة اللي هي المكرونات والحاجات دي، وجبت كمان بانيه، وجبت لحمة مفرومة، وجبت سجق، وجبت كبدة، وجبت كمان فراخ هغسلها برضو واقطعها واشيلها على حسب ما انا هستخدمها. يعني جبت الحاجات اللي ناقصة معايا في البيت. البانيه كان سعره 90. هقول لكم على الاسعار سريعة كده عشان اللي بيحب مثلا يعرف السعر ايه. البانيه كان سعره 90، والفراخ تقريبا كانت ب40 تقريبا الكيلو. آم، المكرونات بقى والحاجات دي بقى ايه اسعارها؟ مكرونة تقريبا ب17، والرز تقريبا برضو ب17، والشعرية ولسان العصفور الحاجات دي كلها من فئة المكرونة كلها 17. العدس الأصفر الكيلو بتاعه كان عامل 32، واللوبيا تقريبا برضو كانت عاملة في حدود برضو 32. العدس جبت كيلو لان انا بستهلك فيه شوية في الشتاء، واللوبيا جبت نص كيلو لان انا كان عندي باقي من الشهر اللي فات هنا تقريبا زي ربع كيلو حاجة زي كده، فبقى عندي زي كيلو الا ربع لوبيا. طبعا الحاجات دي انا بطلع منها وبستخدم على حسب
استخدامي العادي يعني. يعني وانت كمان اعملي الاكل على حسب عدد افراد اسرتك. الدنيا غالية جدا والحاجة غالية اوفر قوي يعني. ف نحاول على قد ما نقدر احنا كستات بيوت ما نهدرش في الحاجة. اعملي الحاجة على قد استخدامك. ولو عملتي على قد استخدامك ولاحظتي ان هو اتبقى منك حاجة، ما ترميش حاجة يعني. شيلي الحاجة دي في علبة محكمة الغلق كويس في الفريزر، في كيس تلاجة حطي فيه وشيلي في الفريزر. هيجي عليكي يوم تعبانة لا قدر الله، او في مشوار ما لحقتيش تعملي غدا، الولاد راجعين جعانين وانتي لسه ما جهزتيش الغدا، تطلعيه وتسخنيه عادي، دخليه الفرن بيرجع اكنه طازة بالظبط. تعالوا بقى هنا للنقطة دي. انا بصوا في النقطة دي أنا مش لازم تربطي نفسك إن أنت لازم تجيبي علب تخزين ولازم تجيبي مش عارفة إيه. لأ، يعني استخدمي الحاجة المتاحة معاكي. ما تحاوليش تكلفي نفسك فوق طاقتك إن أنت لازم تجيبي علب تحطي فيها المكرونات وعلب تحطي فيها. لأ خالص يعني. أنت لو سبتيهم زي ما هم كده في درج التلاجة بالأكياس بتاعتهم هتطلعيهم عادي وتستخدميهم. العلب دي انا مش جايباها جديدة خالص، العلب دي كانت موجودة عندي وكنت بستخدمها من زمان يعني. فبما انهم بس انا كنت يعني بالاخص كنت جايباهم عشان الكحك والبسكوت والبيتيفور الحاجات بتاعت العيد دي. فكنت بحب احفظهم في العلب اللي هي محكمة الغلق دي بالكليبسات دي من الجناب. فبعد العيد طبعا علبة واحدة بس اللي كنت بستخدمها فيها الرز، وباقي العلب التلاتة دول كنت شايلاهم في قلب بعض وشايلاهم. قلت خلاص اطلعهم واشيل فيهم المكرونة، وفي نفس الوقت اقول لكم ان مش لازم نكلف نفسنا. برطمانات الازاز دي كانت عندي، كانت بتاعة عسل نحل. خلاص منها العسل، وانا بحب اغسلهم كويس واشيلهم ناشفين نضاف. بحتاجهم لاي حاجة. اسيح مثلا سمنة، زبدة احط فيها، اعمل مربى احط فيها. محتاجة يعني انا بقالي فترة بستخدمها برضو. عاملة كذا برطمان من دول وبستخدمهم في التلاجة، بشيل فيهم البقوليات والحاجات دي طول الصيف، وانا بعمل الحركة دي حفاظا بس على الحاجة ان هي ما تسوس او كده. فدلوقتي طلعتهم، كانوا مغسولين ونضاف، طلعتهم وابتديت احط في واحد عدس وواحد لسان عصفور وواحد تاني حطيت فيه اللوبيا، وكان في واحد كان فيه دقيق، كنت لسه واخده منه شويه الدقيق لغسيل النقع الفراخ يعني. هبتدي اجيبه تاني واملاه دقيق تاني. زيادات الحاجات اللي ما اتحطتش في علب هحطها عادي في درج التلاجة بالكياس بتاعتها، ولما احتاجها ده البرطمان اللي كان فيه الدقيق خدت منه الشوية اللي كانوا فيه لنقع الفراخ وهملاه تاني، وهحطه برضو هو والبرطمانات التانية دي بحطهم صف كده مع بعض بباب التلاجة. وقت ما احتاج منهم هستخدم منهم. خلاص اللي في العلب خلص، وفي الكياس مثلا شايلاه في درج التلاجة بشيله زي ما هو بالكياس، هطلعه عادي من الكيس افضيه تاني في العلب او البرطمانات وهستخدمه. فيسروا الامور على نفسكم يعني، ما تعقديش الامور. البرطمانات دي مدام نضيفة وكويسة، البرطمانات دي مدام نضيفة وكويسة بالذات الازاز استغليها يعني، استغليها. انضف حاجة واحلى حاجة في تخزين اي حاجة هو الازاز. مادام البرطمان كويس ونضيف وحالته الصحية كويسة استخدميه. برضو العلب دي برضو كانت عندي، وجبت فول اللي هو المفصص او المجروش ده، فجبت نص كيلو بس. هستخدم منه يعني نعمل مثلا عجينة فلافل او هندمس فول ان شاء الله بإذن الله مع بعض، فهاخد منه برضو شوية لتدميس الفول ان شاء الله باذن الله. فيديو تدميس الفول ده ان شاء الله باذن الله يعجبكم ان شاء الله باذن الله. استنوه، ممكن يبقى الفيديو اللي جاي اللي بعد ده ان شاء الله او اللي بعده باذن الله. خلاص كده حطيت الفول المجروش، وهنا ده الفول اللي احنا هندمسه ان شاء الله باذن الله مع بعض. انا هنا بوريكم الحبايه بتاعته، كانت اللهم بارك كانت حلوه قوي. كنت هفضيه في البوله دي وبعدين رجعت في كلامي قلت لا، انا كده كده هستخدمه يعني، هنقعه هدمسه، فمش هفضيه في علبة وارجع تاني اشيله من العلبة.
فضلت احط في العلبة عدس بجبة. بصوا العدس ده عندي من الشهر اللي فات، تمام؟ يعني انا في الحاجات اللي انا جبتها دي ما جبتش عدس بني، انا كان عندي برضو حطيته مع الحاجة. وبحاول لما باجي انزل اشتري الحاجة بشوف ايه المتاح وموجود عندي، لو هيكفيني الفترة اللي انا محدداها فما بكرروش تاني وما بزودش ايه الحاجة تبقى مركونة عندي كتير. وانا بجيب الحاجات دي فلقيت الكيس الكبير بتاع الملح ده تقريبا فيه 15 كيس صغير، كان تقريبا سعره 10 جنيه، فجبته. وهحط كده اكياس ملح كده صغيرة في علبة كده، هحطها برضو جنبي في الدرج. كل ما احتاج كيس هطلعه وهفضيه في العلبة بتاعة الملح، واول ما يخلص هملاه تاني. بصوا الحاجة كده خلاص نظمتها. اي علبة عندي نضيفة ممكن متاحة ان انا استخدمها انا بستخدمها على طول. العلبة الصفراء اللي فوق دي بتاعة الايس كريم كانت نضيفة ومغسولة، حطيت فيها شعرية، والبوكس اللي تحتيها برضو حطيت فيه شعرية، والبوكس الكبير خالص حطيت فيه مكرونة. وباقي عندي بقية الحاجات، المكرونات والحاجات دي في اكياسها، هشيلها زي ما هي كده في الكياس بتاعتها. ومعايا هنا بقى العلبة الكبيرة دي هفضي فيها الرز، كمية الرز بتاعتي، وبحط فيها كوباية وبشيلها تحت ايدي بستخدمها. يا رب بتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفك دايما فيديوهات جديدة ومتنوعة، ومع السلامة.